بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اليوم بإذن الله راح نتحدثوا على أسباب عدم اشتعال سخان ماء. راح نشوفوا سبب من أسباب اللي تخلي سخان الماء ما يشعلش. هذا السخان خوتي سخان جنكار نوع جنكار 11 عطرة. ما يشعلش. وعلاه ما يشعلش؟ تشعل لافلام بركا، تشعل الشمعة غير ولا تسخن ما يسخنش، يعني السخان تاعنا ما يسخنش الماء. راح نشوفو كيف وش هو السبب اللي يخليه ما يسخنش الماء. أول حاجة واش نديرو؟ نحيو الكاج تاعنا، الغطاء تاعنا فيه بغي على اليمين بغي على اليسار، نحيوه ولا ديفيسيوه بطرنيفيس أمريكان ما من تحت. ومن بعد نجيو للأنابيب هادو. كاين أنبوب اللي يدخل الماء، وكاين أنبوب اللي يخرج الماء الساخن. كاين أنبوب قلنا اللي يدخل الماء البارد لا رونتري، وكاين لا سورتي. كاين أنبوب هذا اللي يدخل الماء البارد يدور في سيربونتا، يشعل يسخن ومن بعد يعاود يخرج لنا من الكوتي الأخرى، يخرج لنا سخون. واش نديرو؟ نجيبو كليامونات، نفتحو ليكرو هذم تاع الأنبوب الساخن والأنبوب البارد، والأنبوب هذا الأنبوب تاع الغاز. كما راكم تشوفو خاوتي، هنا راني نفتح في الأنبوب تاع الغاز، ومن بعد نجيو لهنا البلاصة هذه نفتحو الأنبوب تاع الماء البارد. وكي نكملو الأنبوب هذا تاع الماء البارد نروحو للأنبوب تاع الماء السخون. ومن بعد كي نحيوه خاوتي نحيوهم كامل، نجبدو الشوبان تاعنا، نجبدوه شوية لعندنا، ومن بعد نهزوه ونحيوه. طريقة سهلة وبسيطة خاوتي. تبعوا الفيديو حتى الآخر بركة، بربي إن شاء الله تفهموا، ويعود كل واحد يبريكولي في الدار تاعو. مكلاه زيد يجيب واحد يديبوشيلو الشوبان، انت وحدك بركة تسرحو. خاطركش الكالكار من الكالكار بزاف تاع، خاصة الناس اللي ما عندهاش الفلتر تاع اللي يصفي الماء، راح تضطر انك كل عام تنظف السيربونتا تاعك. بعد ما نحينا الغطاء وفتحنا ليكرو تاع الأنابيب، نحيو السخان تاعنا بالطريقة هذه، نرفعوه لأعلى شوية ومن بعد نجبدوه. بعد ما نحينا قلنا السخان تاعنا، نضعوه على حاجة كيما هاكا، ونديفيسيو لي فيس هاذم طورنافيس أمريكان. عندنا لي كرو هاذوما كيما راكم تشوفو، لا لي فيس، عندنا لي فيس هاذوما نحيوهم بالطريقة هذه. عندنا 4 فيس، عندنا 4 تاع براغي. كاين زوز على اليمين وعلى اليسار، وكاين زوج يجيو حاكمين الميكانيزم، راهم يجيو لداخل. برك كي نفتحو هاذوما الزوج البراغي هاذم، نروحو تاع الميكانيزم اللي هو المسؤول على كما نقولو حنا اللي يشعل لي باك، اللي فيهم لي باك وفيهم لا فيهم اللي فيهم ممبران وفيهم البلوك تاع الماء. يتكون السخان خاوتي يتكون من 3 أجزاء. كاين عندنا الميكانيزم، وكاين عندنا السيربونتا اللي باللون الأصفر هذه اللي تجي نحاسية، اللون تاعها نحاسي. وكاين لابارتي الأخرى تاع الشميني، يتكون من 3 أجزاء. قلنا الميكانيزم اللي هو المسؤول اللي فيه لي باك وفيه فيه البلوك تاع الماء. وكاين قلنا السيبونتا ولا شاهدة ولا الرادياتار، كل واحد كيفاه يسماه. بعد نديمونتيو السيربونتا تاعنا، نحيو الميكانيزم ومن بعد نحيو السيربونتا، ومن بعد نجيبو كروانة نحطو فيها الماء، ونحطو السيربونتا في وسط الماء، باش كي نديبوشيو
الاخر تاعنا السيربونتا ما يصيحش الاكسبريسار على السيربونتا، ومن بعد تتأثر السيربونتا هذيك تولي ترشى مع الوقت وتولي تسيح لك في الماء. قلنا هذو هما البراغي اللي قلنا عليهم اللي حاكمين الميكانيزم، راهم يجيو لتحت نحلوهم بطرنفيس هذيكا بالطريقة هذه. بعد ما نحلوهم خاوتي نحيو الميكانيزم تاعنا، كيما راكم تشوفوا نحيو الميكانيزم تاعنا هذه، نحيو البراغي كيما هكا، ومن بعد نجيو الميكانيزم نجبدوه غير بالعقل كيما هكذا، ومن بعد نحيوه. طريقة سهلة خوتي، سهلة وبسيطة، قادر أي واحد يخدمها في الدار. خوتي اللي ديرونا اشتراك في القناة وفعلوا الجرس، واللي عنده أي استفسار أو سؤال يخليه هنا في لي كومنتار التعليقات، وبإذن الله راح نجاوبوه عليه. نكملوا الفيديو خوتي. قلنا نديفيسيو هذوما لي فيس طورنيفيس أمريكا بالطريقة هذه، طريقة سهلة وبسيطة. ما تطلبش معدات ياسر، تطلب طورنفيس أمريكا وتطلب كليامونات وانت فارغة. ما تجيب لا بلومبي، ما تجيب حتى واحد يخدم لك، تقعد تخدم انت في الدار وحدك. قلنا خاوتي كي نديفيزيو هذوما نجيبو ومن بعد نحيو الميكانيزم. قبل ما نحيو الميكانيزم خاوتي نحيو هذا تاع لي كليكسون، الخيط هذا تاع لي كليكسون، وعندنا التيو هذا اللي مسيتو دركا، هذا فيه سيركليبس كيف نحيوه. ومن بعد كي نحيوه نجيو هنا الميكانيزم هذا نحيوه بالطريقة هذه. هذا هو الميكانيزم تاعنا خاوتي اللي فيه البلوك تاع الماء والبلوك تاع الغاز. بعد ما نحينا الميكانيزم نجيو للسيربونتا نرفعوها بالكيفية هذه. هذه هي السيربونتا تاعنا خاوتي، ولا شهدة ولا الرادياتور، كل واحد كيفاه يقول له. ومن بعد نجيبو إناء نحطو فيه الماء. كي نحطو فيه الماء نجي نحطو السيربونتا تاعنا في وسط الإناء هذاك اللي معمر بالماء. ومن بعد نجيبو روح الملح، ركبو التيو تاعنا في السيربونتا. قبل الشي هذا كامل خاوتي نحيو الكليكسون هذه، على خاطر راح نحطوه في الماء، لازم الكليكسون هذيك تتنحى باش ما تفسدناش. قلنا نحطو السيربونتا تاعنا بالطريقة هذه في الإناء هذا. بعد نجيبو روح الملح كيما راكم تشوفوا، روح الملح، ونجيبو طيو ونصبو الاخر تاعنا في روح الملح، وهكا يولي يتفاعل روح الملح في السيربونتا، وراح ديبوشانا الاخر تاعنا السيربونتا تاعنا. وهنا رانا كملنا العملية، ومن بعد نرجعو كلش كيما راه. نبداو بحاجة الأخرى نديروها هي الأولى، وهي ماشية حتى نركبو الشبان تاعنا ولا السخان الماء تاعنا ونرجعوه. وكيما راكم تشوفوا النتيجة خاوتي، هنا رانا نفتحو العين، شوفوا النار كيفاه، ربي يبارك ما شاء الله. هذا هو الفيديو تاع نهار اليوم خاوتي، ان شاء الله يكون نال اعجابكم. ما تنسناش من الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، واللي عنده اي استفسار او سؤال يخلونا في الكومنتار. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.